إذن أولا أكتشف. أكتشف الحصة الأولى، أتمم ملء الجدول بعد نقله إلى دفتري. العدد باقي القسمة على 4، 236 باقي القسمة هو 0، يقبل القسمة على 4. نعم. نفس الشيء بالنسبة لهذا الجدول. ثم أكتشف قاعدة لقابلية القسمة، قسمة عدد على 4، ثم ج بدون إجراء القسمة. هل عدد 1,234,516 يقبل القسمة على 4. أتأكد من إجابتي باستعمال الآلة الحاسبة. أملأ الجدول التالي. بالنسبة للتمرين الثاني، نبدأ التمرين الأول. 147 مقسومة على 4.